Hello learners, السلام عليكم. Reported speech. هاد الدرس طلبوه بزاف من English كيخلع بزاف ديال students حيت اول حاجه السميه ما عمرك غتسمعها حتى كتوصل ل third year high school يعني الثانيه بكالوريا. But is reported speech really difficult؟ واش فعلا reported speech صعيب؟ الجواب هو لا. مع English هاد الفيديو ديالنا غادي نتوليو able to answer exercises بسهوله. reported speech كيجمع ما بين الجراما وشويه ديال الكوميونيكيشن. هادشي علاش students كيحسوا بلي راه صعيب. What is reported speech and when is it used؟ نفهمو بعدا terms. كاين reported وكاين speech. reported يعني فحال نقولوا تم إبلاغه. speech هو الخطاب تم إبلاغه، ولكن جات ثقيلة حيت إذا كان تم إبلاغه يعني راه منقول. نقدروا نقولوا أنه خطاب منقول أو كلام منقول. We have understood the terms. كنتو داخلين مع الجوج ووصلت ديك 1:57 دقيقة وصاحبك ولا صاحبتك ما بانش. عيطتي لها قالت لك انا مريضه ضربتني الشمس في الصباح اذا ما غاديش نجي هاد العشيه. صافي دخلتي الكلاس، الاستاذ سولك قال لك علاش ما جاتش ديك صاحبتك. كاين جوج ديال الخيارات. واحد غادي تقول له راها سيك ما غاديش تجي. جوج غادي تقول له قالت لي راها مريضه ضربتها الشمس في الصباح اذا ما غاديش تجي هاد العشيه. اذا عزلتي الاول فراك نقلتي الحاله او الفكره فقط. إذا عزلتي الثانية فراك درتي reported speech because you have reported your friend's speech، يعني حيتاش نقلتي الهضرة ديال صاحبتك. جوج ديال الحوايج غادي تبقاو تسمعوهم في الدرس ديال reported speech بزاف. direct speech and indirect speech. direct speech هو الكلام اللي كيتنقل يعني اللي باغي نقلوه. indirect speech هو الكلام المنقول يعني هو reported speech نفسه. نرجعوا للإكزامبل ديالنا. دابا ديك اللي sick اللي مريضه نسميوها احلام، وديك اللي غادي توصل الهضره الاستاذ نسميوها انس. لا هذه بنت يعني نسميوها انيسه، والاستاذ نسميوه استاذ نيت. احلام انيسه والاستاذ مع 1:57 دقيقه. انيسه عيطت الاحلام واحلام قالت لها I am sick. 2:10 دقائق انيسه سولها الاستاذ على احلام فخدمت reported speech باش تقول له راها مريضه. اشنو خصها دير؟ اول حاجه خصها a reporting verb اللي كنوصلوا به الهضره واللي كيستعمل بزاف هو verb to say، وبعض المرات to tell. حنا نخدمو غير to say حيت كاين بزاف ديال reporting verbs كل واحد وفوقاش كيخدم. انيسه غادي تقول احلام say, says, said, has said. دايما كنديرو said يعني past simple. so أحلام said كنزيدو that مع العلم أننا نقدرو نحيدوها هاد that حيت راه بحال فين تنقولو في الدارجة قالت بلي، ديك بلي هي that ونقدرو حتى في الدارجة نحيدوها. أحلام said that قاعدة كتقولنا التالي: present simple تولي past simple. present continuous becomes past continuous. present perfect becomes past perfect. present perfect continuous becomes past perfect continuous. past simple becomes past perfect. past continuous becomes past perfect continuous. past perfect تبقى هو past perfect continuous تا هو تبقى past perfect continuous. في الحالة ديالنا عندنا I am sick. أحلام قالت I am sick. أنيسة غادي تقولها الأستاذ. أحلام said that she. قلنا بلي present simple تولي past simple غادي تولي عندنا أحلام said that she was sick وإحنا درنا reported speech. another example: انت سميتك A مشيتي عند صاحبك نسميوه B للدار. دقيتي خرجت مو قالت لك راه في بيتو. دخلتي عنده قلتي له واش تدير قال لك I am playing video game. انا كنلعب فيديو جيم. ما عطاكش وقت اللي يخليها صحبه. منين كنتي راجع للدار ديالكم تلاقيتي مع واحد صاحب سميتو سي قال لك فين كنتي قلتي له راه مشيت عند بي لقيتو مشغول. قال لك علاش قلتي له he said that he was playing a video game. قلنا he was playing حيت القاعده كتقولنا اذا كان present continuous كنردوه past continuous. هنا تلاحظوا واحد الحاجه مهمه فين ما تيكون عندنا شي direct speech نردوه indirect speech تيبان باللي مثلا كان عندنا present تولي past يعني كنرجعوا خطوه باللور في الوقت. ها نتوما شوفوا
عندنا present simple كنخليو ديك simple كنبدلو غير present past كتولي past simple. present continuous كنخليو continuous كنبدلو ديك present ب past كتولي past continuous. بالنسبة ل past simple في الفيديو ديال easy English اللي درنا على past perfect قلنا بلي past perfect راه فحال الماضي ديال الماضي the past of the past. وإحنا في هذا الدرس قلنا إذا عندنا past simple تيولي past perfect يعني مجددا رجعنا للور بخطوة. وبالنسبة ل past perfect فتبقى هو حيت ما كاينش شي حاجة قبل منه. نخدمو بإكزامبل فيه past simple. مشيتي عند مول الحانوت قلتي له أعطيني خبزة قال لك I ran out of bread 30 minutes ago سال لي الخبز نص ساعة هادي. انت راجع في حالك لقيتي جاركم ولا جارتكم غادا تا هي تجيب الخبز غادي تقول لها he said that he واش غادي نقولو he ran out of bread no حيت في direct speech عندنا run out of bread يعني past simple والقاعدة تقول باللي past simple تولي past perfect. إذن he said that he had run out of bread 30 minutes before. علاش درنا ديك before ماشي ago؟ احنا غادي نشرحو علاش تيجي الشرح ديال time expressions. By the way to run out of راه phrasal verb كاين run/runs في simple present و run ب a simple past و run عاوتاني بيو في past participle form. modal verbs كيفاش كنريبورتيو modal verbs حيت حنا عارفين باللي modal verbs ما كيتصرفوش. will مثلا كنخدموها باش نعبروا على future simple I will watch TV. بغينا نريبورتيو هادي غنقولوا he ولا she ولا they said that he she or whatever would watch TV. شنو درنا دابا؟ بدلنا غير ديك will ب would في كاع المودال verbs تنبدلو ديك المودال verb اللي مستعمل في sentence بشي حاجة أخرى بشي modal verb آخر وكاين اللي تبقى هو will becomes would can becomes could must becomes had to أو يمكن لك تخليها must لبغيتي may becomes might shall becomes would ماشي should حيت كاين اللي غيجيبو الله shall عندها علاقة بشود يعني shall غادي تبدل بشود no shall كتولي would. دابا تخيلوا إذا كان أصلا direct speech فيه يا إما should ولا would ولا could ولا had to. في هذه الحالة هادو كاملين غيبقاو هما النيت يعني إذا كان عندك مثلا شي direct speech فيه the prime minister couldn't decide. He said that the prime minister couldn't ولا could not decide أي غتبقى هي نيت. reported speech كذلك كاين place and time expressions اللي كيتبدلوا وهادشي خصكم تبقاو عاقلين عليه. today كتولي that day yesterday كترجع the day before the day before yesterday كتولي 2 days before tomorrow the following day or the next day the day after tomorrow 2 days later or in 2 days last week ولا month or year becomes the previous week month or year على حسب next week month or year كتولي the following week month or year. ago اللي استعملنا في الاكزامبل ديال قبيله كتولي before بحال مثلا 2 months ago كتولي 2 months before. this كتولي that this or that كتولي the هو بلاتي ودابا عاد قلنا this كتولي that وشويه صدقنا this or that كتولي the. منين نكمل غادي نشرح now becomes then or at that time. Finally here becomes there. Okay, let's work with some examples to explain the time and place expressions changes. I bought this dress yesterday. شريت هاد الفستان البارح. في reported speech غادي تولي she said that she had bought. درنا had bought past perfect حيت عندنا في direct speech past simple. She said that she had bought the dress. علاش درنا the؟ القاعدة كتقولنا إذا كان عندنا this or that كتولي the وكاينة قاعدة أخرى كتقولنا باللي this كتولي that. الفرق هو أن this و that في هاد sentence
تبين لنا in dress in فستان. باش ما تدوخوش منين تشوف this ولا that وموراها شي noun كيف ما كان غير ما يكونش شي time expression ديك الساعة كتولي the. إذا كانت this موراها شي time expression في حال مثلا this week or this month في هذه الحالة كتولي that. في السنتنس اللي خدامين به عندنا this dress و dress راه هو فستان يعني ماشي شي time expression إذن غتولي the. She said that she had bought the dress. واش غادي نقولوا yesterday؟ لا قلنا yesterday كتولي the day before. She said that she had bought the dress the day before. ها حنا حولنا من direct speech ل reported speech. Another example, he was sitting here 3 hours ago. هذه ثلاثة ديال السوايع باش كان جالس هنا. Reported speech غادي تولي he said that he had been sitting there 3 hours before. أول حاجة هو tense. في direct speech عندنا past continuous غادي تولي past perfect continuous. عندنا here غادي تولي there. عندنا 3 hours ago غادي تولي 3 hours before. Another example, this time we'll use both time expressions and modal verbs. I think that the barber shop will open tomorrow at 10 a.m. Reported speech, he said that he thought that the barber shop would open the next day at 10 a.m. I think ولات he thought حيت present simple تولي past simple. Will open ولات would open حيت قلنا will كتولي would. Tomorrow ولات the next day ونقدروا نقولوا the following day. At 10 a.m. كتبقى هكاك. غير هو كنلاحظوا باللي he said that he thought that باش نتفاداو هاد repetition ديال that نقدروا نقولوا he said he thought that. حيدنا ديك that اللي من بعد said في الاول الفيديو تنقول باللي يمكن نحيدو هاد that. How are questions reported or how do we report questions؟ كيفاش نديرو reported speech بالنسبة للquestions؟ حنا كنعرفوا باللي كاين two types of questions, yes or no questions and WH questions. نبداو ب yes or no questions. إذا سولك شي حد قال لك do you like tea؟ واش كيعجبك اتاي؟ من بعد ما ساليتو الهضره جا عندك شي حد وقال لك اشنو سولك هذاك قبيله غادي تقول له سولني واش كنبغي اتاي. في الانجليش we use if. هاد if كتلقاو حتى في lesson ديال conditional type 0 1 2 and 3. غادي نقولوا he asked me. لاحظوا باللي reporting verb تبدل. منين كنا كنقلوا هضره عاديه ما فيهاش سؤال تنقولوا غير said الله يجعل البر. ولكن في question we change the reporting verb to ask. He asked شكون؟ he asked me سولني. he asked me if I liked tea وكنديروا نقطه ماشي question mark ماشي علامه استفهام. من بعد asked me كنلاحظوا باللي درنا if. كاين بزاف اللي كيديروا واحد الخطا اللي هو he asked me if I like tea. ومنين كتسولو علاش درتي I like ماشي I liked يعني ماشي بإيدي ماشي past simple تيقول لك باللي واش سولني واش كيعجبني اتاي يعني شي حاجه اللي دائما كتكون لا ما تفهموهاش بحال هكا. عندك في الاوريجينال sentence do you like tea هذا present simple. القاعده كتقول كنبدلو ال present simple بال past simple. He asked me if I like tea period نقطه. Another example, did you see your father last week؟ واش شفتي باك السيمانه اللي فاتت؟ reported speech غادي تولي he ولا she ولا they ولا it. لا هاد it غير كتبت فيه. asked me if I. شوفوا في direct speech عندنا did يعني past simple غادي يولي past perfect. He asked me if I had seen my father the previous week full stop نقطة. Another WH question. When did you eat your dinner؟ فقاش كليتي العشاء ديالك. My friend asked me when I had eaten my dinner. كنلاحظوا بلي ما بدلنا والو من غير التنس حيت في direct speech عندنا past simple.
وفي الانdirect speech ولات past perfect. كذلك بدلنا الفورم ديال الكويشن، حيت في direct speech عندنا when did you eat ولات when I had eaten. why؟ علاش؟ because ديك did راه auxiliary verb فعل مساعد كنديروه منين كنبغيو نطرحو سؤال فقط. Another example: what movies have you watched this week? She asked me what movies I had watched that week. من بعد ask me درنا نفس الانتروجاتيف pronoun اللي هو what، موراها درنا movies، من بعد درنا البروناون اللي تلقى السؤال اللي هو I. present perfect كيولي past perfect، إذن had watched. this week قلنا this كتولي that إذا كنا كنهضروا على time expressions. The last thing you will learn before I explain some common mistakes is how to report imperative sentences. قلت قبل ما نهضروا على الاخطاء اللي كدار بزاف في reported speech غادي نشرح اخر حاجه اللي هي كيفاش ندير reported speech ديال imperative sentences، اي الجمل اللي فيها الامر. be quiet يعني اسكت. ملي كنا صغار بعض المرات كنقدروا نهضروا في الجامع وحنا ما كناش عارفين ما خصكش تهضر في الجامع بحال اللي راك جالس في داركم. شي واحد من المؤمنين قال لك be quiet، صليتي الله يتقبل، خرجتي قال لك شي حد اشنو قال لك داك السيد، غادي تقول له he told me to be quiet. لاحظوا هنا بدلنا كذلك reporting verb، شفنا said شفنا ask، دابا told اللي هو past simple ديال verb to tell. في الاوردر دائما خصك دير شي reporting verb اللي متعلق بالاوردر، اللي متعلق بالامر، وهنا نقدروا نستعملوا verb to tell. So he told me to be quiet. tell plus to راها preposition. Another example: كنتي غادي في street، وقفك policeman or cop بوليسي، قال لك show me your identity card اللي هي بطاقة التعريف الوطنية. في reported speech he told me to show him my identity card, or he ordered me to show him my identity card. Please do not forget باللي راه كاين other reporting verbs had requested, suggested, advised اللي نقدروا نستعملوهم في هذه الحالات، ولكن كاين اختلاف. نعطيكم مثال بسيط: لو أن البوليسمان قال please، يعني لو زاد ديك please show me your identity card، راه ما غاديش تبقى the policeman ordered me to show him my identity card، وإنما غتولي the policeman asked me to show him my identity card. حيت لو زدنا ديك please راه ولا some sort of a request، يعني ولا طلب ماشي أمر. Alright, we will see some common mistakes that most students are not aware of. غنشوفوا الأخطاء اللي كدار في reported speech اللي خصكم توعوا بها. كاين بزاف ديال students اللي كيفكروا بالدارجة أو بالعربيك بالعربية وكيجاوب على السؤال في reported speech، وتقدر تنسى باللي tenses اللي كاينين في الانجليش ماشي هما النيت اللي كاينين في العربيك. مثلا I am going to sleep. Reported speech هو she said that she was going to sleep. في الدارجة direct speech غادي يكون هو أنا غادي نمشي الناس. Reported speech في الدارجة غيولي هو قالت باللي غادا تمشي الناس. إذن في الموراكن dialect في الدارجة خلينا التنس كيف ما هو. إذا خدمتي reported speech وفكرتي بهذه الطريقه بدون ما تستحضر القاعده اللي كتقول لنا باللي خصنا نرجعوا بالتنس، اللور غادي دير اخطاء بحال هذا، حيت عندنا present continuous غيولي past continuous، غادي دير خطا وتحط نفس التنس اللي كاين في direct speech. الحاجه الثانيه هو اذا قال لك شي حد انا مريض ما غاديش نمشي للخدمه اليوم. في reported speech غادي تقول بالدارجه ما غاديش يمشي للخدمه اليوم حيت راه مريض، ولكن في الانجليش راه خصك تقول he said that he was not going to work since he was sick، ماشي he is not going to work since he is sick، يعني تستخدم present simple. no. اخر حاجه غادي نشرح واللي خصكم تاخذوا ليها البال في هذا الدرس هي كاين واحد الحاله تقدر تطيح لكم في شي اكسرسايز. مثلا اذا لقيتو في direct speech reporting verb عندكم في present simple then you have to report in present simple. كيفاش؟ for instance he says I am sick. هنا تيبان باللي reporting verb ماشي في past simple، غادي نديرو he says that he is sick، بمعنى انه اذا لقيتي في direct speech he she ولا شنو ما كان says ولا tells ومن بعد quotation mark، هنا كنديرو reported speech في present simple. ولكن إذا لقيتي he said
ولا she said or they said هنا خصك تطبق دوك القواعد اللي هضرنا عليهم. كاين واحد الحالة أخرى اللي يمكن لنا نخليو فيها ال present simple اللي هي general facts الحقائق العامة. فحالاش كنا كنعرفوا باللي الشمس هو نجم في الفضاء الخارجي. إذا كان عندنا في direct speech the sun is a star الشمس نجم، ففي indirect speech أي reported speech كتولي he said that the sun is a star. شنو كنلاحظوا هنا؟ واخا قلنا he said يعني راه خصنا نطبقوا القاعدة، ولكن بما أنها حقيقة عامة فيمكن نخليو present simple وفي نفس الوقت يمكن نطبقوا القاعدة ونقولوا he said that the sun was a star. Another example باش تزيدوا تفهموا. Direct speech he said the sky is blue السما زرقاء، قال باللي السما زرقاء، كلشي عارف باللي السما زرقاء وهذه حقيقة ما يمكنش نكذبوها وما يمكنش تغير حاليا. يمكننا نقولوا he said that the sky is blue or he said that the sky was blue بحال بحال. Well, I have explained all what there is to learn about recorded speech. ما تنساوش تخدموا الاكسرسايز اللي غادي تلقاوه في الديسكريبشن، وصيفطوا لنا الأجوبة في فيسبوك، غادي نصحوا لكم الأجوبة في أقل من 12 hours 12 ساعة، وما تحشموش تواصلوا معنا في الفيسبوك. You can also watch these 2 previous videos, like, comment and subscribe. Share the video حتى مع your teacher باش يعطي الرأي ديالو ولا ديالها على الانفورميشن اللي كاينين في الفيديو. سلام.